المصحف ده اهو، المصحف ده اهو بجد يا حلفوها على المصحف انه مش مقلب. امها هبت في وشها وزعقت وقالت لها انا مسافره لجوزي ومش فاضيالك. اختها قالت لها انا هتجوز، وحماتها افتكرت انهم جايبين لها هديه وخلتها كانت هتعيط من كلامها واشترطت عليها شرط. مفاجاه اللي طلبته ام اشرف من مريم لما عرفت حملها للمره الثانيه وابنها ما كملش 3 شهور لسه. في الفيديو ده هنعرف رد فعل سموره ورودينا اللي فاق كل التوقعات. ام اشرف كان قلبها حاسس انها عامله مفاجاه، وكانت حاسه ان اشرف ومريم جم يزوروها وجايبين لها هديه، وكانت متحمسه جدا لحد ما مريم طلعت اختبار الحمل. وكانت الصدمه ام اشرف دققت في اختبار الحمل وقالت ما شاء الله. ايه يا اشرف، مش تصبري شويه يا مريومه؟ ابنك لسه صغير وهيتبهدل، ما عملتيش حسابك ليه؟ كلامها من قلبها وما تقصدش حاجة، لأنها بتعتبر مريم بنتها وخايفة عليها، لكن مريم اتأثرت وكانت هتعيط تاني، خاصة إنها انهارت لما عرفت بحملها وكانت خايفة تبلغ أشرف. مريم استغربت رد فعل حماتها وقالت اللي يشوف فرحتها أول مرة قلت لها إني حامل ما يشوفهاش دلوقتي. دي اتصدمت. ست أشرف ما خدتش بالها قوي، ولكن لما أشرف فهمها إن مريم حامل اتصدمت واتفاجئت مفاجأة ما تقلش عن مفاجأة أمها. هم خافوا على مصير البيبي اللي ما كملش كام شهر وهيتفطم وصحته هتكون في النازل. وقالوا لهم مش هيبطل عياط وهيتعب مريم كمان. لكن اللي حصل حصل زي ما قال لهم اشرف. ومامته باركت لهم، ولكن اشترطت على مريم تاخد بالها بعد كده وتختار وسيله منع حمل مناسبه. اما بقى رد فعل سموره ورودينا فاق كل التوقعات خالص، وافتكروه مقلب وما صدقوش الا لما حلفت لهم على المصحف انها حامل. سموره اول ما شافت اختبار الحمل صوتت في وش مريم، ورد فعلها كان شديد جدا، ولكن من زعلها على الموقف اللي مريم حطت نفسها فيه وقالت لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا، حرام عليكوا لسه صغير. انا ريقي نشف وقلت مش دلوقتي خالص الا لما يكمل سنه. لكن هي ما سمعتش الكلام برضو، ونفس اللي قالته ام اشرف سموره برضو قالت كده. اما بقى رودينا كان قلبها حاسس ان مريم حامل وقالت لها، ولكن مريم ما كانتش تعرف وما حطتش الموضوع في دماغها. طبعا رودينا شايله هم كبير لانها هيكون عليها مسؤوليه كبيره، وقالت انتوا مستوعبين مريم في حملها الاول كانت عامله ايه، فما بالكم لما يكون معاها عيل. اشرف حس ان مريم هتعيط خلاص وهو عارف انها كانت منهاره، علشان كده رد وقال لهم العيال دول عزوه وربنا يكتر. ولكن مريم مصممه على موقفها وقالت لو رجع بيا الزمن هعمل اللي عملته برضو، انا بخاف ومش هاخد وسيله. لكن امها قطعتها وقالت لها خايفه على نفسك من وسيله ومش خايفه على ابنك انك تظلميه؟ ولما مريم قالت لها اعمل ايه يعني، انزله؟ سموره قالت لها جايه دلوقتي تقولي لي اعمل ايه؟ ما انا قلت من زمان تعملي ايه، وبعدين تنزلي ايه؟ انت عايزه تشيليني ذنب؟ المفاجاه بقى ان سموره كانت بتخلص ورقها عشان تسافر لجوزها، ولكن اشرف قال لها كنسلي السفر عشان تقعدي مع مريم، لكنها رفضت. حتى كمان رودينا قالت انها هتجوز، وده رغم انها لسه فاسخه الخطوبه. فيا ترى هو ده في عريس جديد ولا ايه؟ انتوا بقى هل كنتوا تتوقعوا رد فعل اهل مريم واشرف بالشكل ده؟ وايه رايكم في اللي حصل؟ شاركونا في التعليقات.